من الآخر مع محمد شبانة، وصباحكم دايما زي الفل. أنا لما بحب أتكلم عن فريق أحب أتكلم بحجمه وبوضعه، علشان كده أي حد يتكلم على نادي الزمالك بعد التعادل مع النصر امبارح وبيعتبر ده إنجاز وإن هو أدى مباراة عظيمة قدام فريق صعب حد يكسبه، في كريستيانو وفي تاليسكا وفي فوفانا وفي بروزوفيتش وفي ساديو ماني وإليكس وكل الكلام ده حد اللي يقول او اللي يتكلم باللغه دي ما بيحبش نادي الزمالك او مش عارف قدر الزمالك. ممكن يكون بيحبه بس مش عارف ايه هو قدر الزمالك، لانه الزمالك لما بيدخل اي مباراه زي دي بيخش باسمه وبقوته وبتاريخه وبروحه وبنجومه. في الاخر طلعنا نزلنا، ما الزمالك لسه عنده نجومه يعني. فلما الزمالك يخرج من البطوله العربيه لازم نقول ايه اللي حصل، ايه ده، ليه كده، ايه الاخطاء. لما الزمالك يعمل ماتش كويس من الناحيه الفنيه لكن النتيجه ما تساعدوش نقول انه عامل ماتش كويس، بس الزمالك عنده مشكله. انا عايز اقول للناس اللي بتقول كده ان النصر ده بكريستيانو رونالدو خسر الدوري السعودي السنه اللي فاتت قدام اتحاد جده اللي فيه احمد حجازي اللي فيه طارق حامد، وكسبوا النصر اتحاد جده باحمد حجازي وطارق حامد اللي فيه كريستيانو رونالدو. عادي يعني قدروا يعملوا كده نجوم اتحاد جدة، مش كده؟ ولا الزمالك لما يلعب اتحاد جدة بكريم بنزيما او يلعب اي نادي فيه اي اسم كبير من اللعيبه نقول يا ده الانجاز انك ما تخسرش كتير او تتعادل. فانا عايز اقول الكلام ده لمين؟ للناس اللي بتحب نادي الزمالك لكن مش فاهمه المقدره الحقيقيه للزمالك. الزمالك عنده ازمه بجد اسمها اخطاء بتفاصيل كده صغيره بتضيع منه الماتشات. وفي البطوله العربيه اذا هنقيم بشكل عام يعني بعد التعادل بتاع امبارح واقصاء الزمالك من الدور الاول، في البطوله العربيه وبشكل عام الزمالك ما يخرجش. يعني لما تيجي تتكلم عن انطلاقه الزمالك مع اتحاد المنستيري والزمالك يكسب 4-0 ويؤدي اداء جيد وبشكل جيد وبالنجاح اللي احنا شفناه ده وبالمهارات اللي شفناها وبالاهداف والكلام ده، نقول انطلاقه قويه للزمالك. تخش الماتش التاني الشباب، الزمالك كان افضل من الشباب بتفاصيل صغيره، خسر المباراه. احنا نفسنا كنا بنقول ايه على مباراه الشباب، ايه العصبيه اللي عليها لعيبه الزمالك دي، ما تهيئوش نفسيا صح، شغل مدرب. ايه التغييرات في التشكيل اللي عملها اوسوريو دي، احنا كنا بننتقد تشكيله اللي بدأ بيه ماتش الشباب لان كانت في لعيبه قعدها ولاعيبه غيرها واماكن غيرها وبدأ شبه عمر جابر لو تفتكروا، ورجع الزناري وعمل شويه حاجات كده. احنا نفسنا قعدنا نقول ايه ده ليه طالما الفريق كسبان 4 ومستقر. فخسر الزمالك المباراه. نفس القصه في ماتش النصر، الزمالك كسبان 1-0، الشوط الاولاني كان هايل جدا والشوط الاولاني قدر يبقى افضل، عنده افضليه من النصر. الشوط الثاني جاب جول من بينالتي وتقدم. يوم اسوريو يتدخل بتغييرات غلط لخبطت الفريق ولخبطت الهارموني الناجح اللي كان بادئ بالفريق، وانا ما شفتش في حياتي حد كده. يعني انا لما يكون عندي هارموني ناجح وبلعب فريق قوي، مفيش شك ان النصر فريق قوي وكسبان 1-0 والفرقه كهارموني في الملعب كجسم في الملعب الهارموني راكب على بعضه والفريق كويس، او انا لخبطه لمجرد هو طلع في المؤتمر الصحفي بعد الماتش قال اصل تغييرة الجزيري اللي كانت في الدقيقه حاجه و60 اللي عملها دي، يقول لك اصله تغييرة الجزيري عملتها عشان احافظ على الحيويه والنشاط وان انا ادفع بلعيبه صغيره في السن. ايه ده؟ ليه؟ هو انت الكلام ده كمان تقوله لنا لما تكون ساحب الجزيري ومنزل مكانه مثلا فرود، فبتحافظ على نفس الهارموني بتاع الفريق بتغيير واضح، بتشيل فرود وتحط فرود انت حاسس من وجهة نظرك ان الجزيري مستوى رجع مثلا يعني، فبتحط مكانه مهاجمتين. لكن انت شلت الجزيري وحطيت رؤى، وبعدين بدأ احس ساعات ان عمر جابر هو الفرود وساعات تحط شيكابالا فرود. يعني انا بقتش فاهم في الملعب. طب ليه؟ والجزيري كان واحد من افضل اللعيبه بتوع الزمالك في الماتش. فتغييره زي دي التفصيله الصغيره اللي بقول لحضراتكم عليها، لازم بقى الناس في الزمالك تحط ايديها هنا على الاخطاء دي. التغييرات اللي حصلت امبارح، الجزيري يخرج وينزل محمد اشرف رؤى،
كان تغيير غريب جدا. وبعدين قول شيكابالا، ابراهيم رضاي ما كانش شيكابالا ماشي، طرف مكان طرف، ما فيش مشكله، ما عنديش مشكله. وبعدين يخرج عمر جابر وتنزل حاتم سكر يلعب ناحيه الشمال، وبعدين تزق فتوح في نص الملعب، وشويه تنقله هنا وشويه تنقله هنا، وبعدين تخرج عمرو السيسي وتنزل نيمار عشان انت نزلت رؤى في الاول، فقلت انا كترت اللعيبه اللي في نص الملعب، فتقوم ساحب له عمرو السيسي، وبعدين تنزل سيد نيمار، هتقول عشان يبقى ناحيه اليمين. طب عمر جابر كان موجود ناحيه اليمين. طب ما هو الجول اللي جه الرفعه اللي اترفع يديك كره من نيمار اللي انت منزله عشان يدعم الجبهه اليمين اللي المسلوسي بيزيد فيها. طب التغييره اللي انت عملتها اللي عملت الجول هي اللي منها الجول. فالحقيقه انا ال الاخطاء الساذجه دي هي اللي بتخسر الزمالك. يعني في الفتره الاخيره هات كده من ماتش الاهلي، الافكار الساذجه اللي بيعملها اوسوريو اللي بيقنعنا بيها، ولما يجي يعدل اخطائه بتلاقي الفرقه بقى شكلها كويس. في ماتش الاهلي بعد 3-0 الشوط الاولاني، لما يجي يعدل اخطائه الفرقه بقت شكلها كويس، بس كان